السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم حلوى الطابع محبوبة الجماهير، بالأخص نقدموها في الأعياد. ما كان جزائري ما يحبهاش، يجي طري ومشقق بمقادير مضبوطة. تابعوا معي طريقة التحضير. بسم الله. عندنا 4 بيض كاملين مع كاس سكر، نخلطو بالفوي مليح، ندخلو هذاك البيض والسكر مع بعض ونكملوها بالباتور. نضيف كاس زيت كيما راكم تشوفوا غير بشويه، غادي نضيف عليهم قرصة من الملح، وهنايا غادي ندير 4 أو 5 كيسان فرينة، وكل وحدة شحال تديلها الفرينة تاعها. انا هنا خديت لي 4 كيسان ونص فرينة. غادي نخلط هنايا الكاس الاول بالباتور، غادي نضيف الكاس الثاني مع كيس ونصف خميرة الحلوى باش يجينا طالع وخفيف. هذا الكاس الثالث، وهذا الكاس الرابع. غادي نحاول نجمعها ونولي معاكم. هنا بعد ما لميت العجينة بغيت نوريكم كيفاش لازم تكون العجينة، ودروك غادي نورق العجينة ونبدا نطبع فيها. هنا البنات كي تبغوا تورقوها ما تورقوهاش رقيقة وما تورقوهاش غليظة، خلوها في سمك متوسط. غادي نوريكم السمك، ها هو السمك، شوفوا البنات. ودروك غادي ندير السنيوه الاولى. هنا خواتاتي بالمناسبه درت شحال من شكل، درت شكل نجمه، شكل القلب، كل واحده ودير الشكل اللي تبغيه. دوك نوري لكم. هاهي السنيوه الاولى معنا، السنيوه الثانيه. ودروك غادي ندهنهم بصفار حبة بيض مع قليل من الحليب، ونرشو عليهم في الوسط سكر ولا الحلوى تاع الالوان ولا كيما بغيتو. غادي ندخلهم يطيبوا على فرن يكون مسخن من قبل على نار متوسطة، ونولي معاكم. هذه النتيجة النهائية. شوفوا الله يبارك، جا مشقق والطراوة لي فيه. نتمنى يكون نال اعجابكم خواتاتي، وما تنسونيش بجيم وتعليق شباب واشتراك في القناة، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة.